وصباح مساء الخير الصبح بالليل. طبعا انا مزاجي نوت فاني النهارده خالص. النهارده المفروض الخميس، يعني انا راجعه من الدرس خلاص هلكانه بقى، ان هو المفروض انام بقى اليوم كله عادي، ولو يطول مني لحد الجمعه بالليل مفيش مشكله، بكره اجازه. فانا الحمد لله ان انا جيت انام كده على العصر، يعني بين العصر. صحيت كمان ساعتين، ليه تتخيلوا؟ في فرح اقيم بالصدفه تحت بيتنا، يعني بالتحديد تحت بيتنا، فالمفروض ان انا اقوم غصب عني، وهو لسه مقيم اصلا. لو تسمعوا الدودشه دي بس يعني اصور فين. ايه المهم، انا جايه احكي اصلا حوار حصل لي في الدرس. اي نعم انا حواراتي كترت في الدرس كتير، بس انا باجي احكيها يعني. وانا عايزه اقول حاجه قبل ما ابدا الحوارات كلها. اولا خشي اعملي متابعه على اليوتيوب عشان انا شايفاك، هتلاقي اللينك في البايو في اول تعليق. ثانيا احذر مني يا حبيبي، علشان انا عامله شبه المايك بتاع التلفزيون. انت لو جيت عملت لي حاجه انا هطلعك بثا مباشرا، خبرك كده بثا مباشرا، انا ما بسكتش. طيب دلوقتي احنا بنبقى قاعدين عادي في الدرس، عادي زي اي حد يعني، وطبيعي انا كشهد بهاف فن في الحصه والله، ومش انا لوحدي، ده ناس كتير جدا يعني. بس العيب بقى على الناس اللي بتتنشن قدام جنى، عارفاها اللي هي اتنشن قوي، وتعمل نفسها قال ايه ما بتركزش من الحصه بسببنا. ومش هقول اسمك يا اسراء فتكات، طبعا انا ده اسمها فعلا اسراء. انا اسراء، انا ما بحبكيش اسراء. انت هتشوفي الفيديو ده وانا متاكده، واحنا الاتنين في فصل واحد، وانا بقولك جو تو هيل. ولقب فتكات اي نعم مش لايق عليكي، بس لايق على اسمك. واحنا طبعا اكتشفنا ان هي طلعت دايما بتشتكي علينا في الحصه لما بنيجي نهاف فن فيها. فالنهارده كان يوم الخميس، كان فيها حصه رياضه. حصه الرياضه دي اتنشن بنت لذينه. طيب فطبيعي ان احنا ايه، سنس دلع، سنس ضحك، اي حاجه تمشي عشان ريقنا بيبقى ناشف هناك. فحصه الرياضه دي بنهاف فن فيها، والمدرس ما بيزعقش. حضرتك المدرس بيزعقش، انت ايه مشكلتك؟ لا، وبنهاف فن جوه الماده، مش بره الماده مثلا. لا احنا مش ناس مخله، احنا ناس بنبقى على القانون، بس برضو بنعمل في مزاجنا. طيب انا هقول لكم بقى ايه مشكله فتكات اللي حصلت. احنا قاعدين عادي بنهزر، تمام، وصودف نعرف مين اللي كان بيشتكي علينا تحت في الحصه. كنا معديين كده هو جنب الاسيستنت، وهي كانت قاعده جنبها، فبتقول لها يا ميس النهارده الحصه كانت حلوه وجميله وكل حاجه، بس كان في شويه شوشره ورا. وفعلا ده الكلام اللي دار، كان في شويه شوشره ورا ما عرفتش اركز منها. فقالت لها مين؟ قالت لها لا بدون ذكر اسماء، مع ان الميس حفظتنا اصلا من كتر الشكوى. وحضرتك انت قلتي اسمنا مره واثنين وثلاثه قبل كده، فدلوقتي مش هتقولي اسمنا ليه؟ يعني اتغيرنا، يعني عملنا ابديت مثلا؟ فهي اسماء فتكات حركه سيئه منك واحنا سمعناكي، فاحنا نسمعها ونسكت؟ لا، احنا عملنا حاجه تانية خالص. طيب عندنا واحده صاحبتنا كده جريئه بس مش اجرأ مني، مسكتها كده اهو، قالت لها اسراء فتكات انت بتقولي علينا ليه؟ يعني انت بتشتكي مننا، احنا عملنا ايه؟ احنا بنضايقك في ايه حضرتك؟ قالت لها انا لا على فكره انا ما جبتش اسمكم خالص، انا قلت في شوشره ورا، لكن انتوا يعني شوشره؟ لا انا سمح الله. فطبعا احنا وقفنا عاملين كده اهو، كان هين علينا نمسك الديسك ونحتفوا بيها. ما يغركوش الابتسامه على وشي دي حاليا، انا عندي بجد تبلد اعصاب النهارده بسبب اللي شفته النهارده. فاحنا ردينا عليها بقى، قلنا لها ايه ده حضرتك، هي حافظانا من كتر الشكوى، احنا اكتشفنا ان انت كل مره بتشكي علينا حضرتك، انت مركزه معانا؟ يعني انا مش فاهمه، انت حاطانا في دماغك صح اسراء فتكات؟ فقالت انا لا والله انا بجد ما كنتش فاهمه، يعني انا ما كنتش فاهمه، بس احنا كلمناها كده مره واحده حبينا. طبعا والله العظيم انا هشرح لكم الموقف اللي حصل بالظبط، وانا فعلا عملت كده قدامها بالظبط. انا مره واحده قلت لها في يا ماما انت مش اينشتاين، قلت لها يعني لا سمح الله انت بتركزي، والله عملت كده فعلا. فاللي هو اسم الله يعني لا قدر الله انت طلعتي فعلا يعني بتفهمي زينا كده وبتاع، ولا انت ايه نظامك؟ فحضرتك ما تنفشيش علينا قوي كده حضرتك، يعني انت ما تنفشيش، لمي اعضائك كده علشان ما يتقلكيش عرق. فهي طبعا من كتر الاسبهلال عينيها طلعت بره. فانا طبعا يعني حضرتك يا اسراء فتكات، المشكله عندك مش عندنا. اللي عايز يركز بيركز ولو في فرح، واللي عايز ينام ولو في فرح برضو، بس انا ما بعرفش. فحضرتك يا اسراء فتكات، انت لما بتبقي يعني متفاعله معانا كده تفضلي بصلنا، يعني احنا كلنا بنبقى منصورين ورا ركن كده ورا،
وهي بتبقى اول واحده قدام. فان انت تسيبي الحصه كلها بملكوتها بالمدرس اللي قالك قدام اللي عمال يشرح لك، وتيجي تبص لنا ورا، والله بتلف رقبتها زي البومه كده، تعمل كده مره واحده وتبص لنا من فوق لتحت وتبص قدام تاني. يعني انت معنى كده انت اتنشن بالنسبه للهاف فن اللي احنا بنعمله. فحضرتك كده فعلا المشكله عندك. احنا كده كده اصلا هزارنا بيبقى حلو، انت اللي بتبقي اتنشن قوي من هزارنا، واحنا هزارنا مميت ضحك. كمان احنا مش مركبين مايكات في بقنا، احنا بنتكلم بنتودود على جنب، محدش بيفتح بقه معانا. فدي حركه ليست جيده ان انت تروحي تحكي للاسيستنت علينا كل يوم. حطانا في دماغك ليه اسراء في التيكيتس؟ اسراء المره التانية والله انا عارفه انك هتشوفي الفيديو وانا بقولك جو تو هيل. ولو طلعتي اشتكيتي تاني انا كده كده عندي الناس دي شاهده عليكي يا اسراء في تكات ان انت بتركزي معانا مش في الحصه. بس انا قلت كل اللي في نفسي وكل اللي في نيتي وكل اللي في ضميري. يلا